لما بدخل اوضه الفندق عشان اديهم الاكل بلاقي بنتي مخطوفه ومتربطه على السرير وبتحاول تتسنجد بيه، والولد بيستغرب جدا لما بيشوفها، وبيجي الولد اللي عامل فيها كده وبيطلع جوزها وبيطرده من الاوضه، والولد لما بيروح على جنبه وبيشغل الكاميرا اللي حاطط فيها الدبدوب مش عارف ليه بيكون حاطط الكاميرا، بس ما علينا. الولد بيشوف الولد عمال يضرب في البنت وبيجري عشان ينقذ البنت وبيخبط عليه وبيقول له انا شنطه من دول بتوعك، ولما بيطلع عشان يشوف الشنطه الولد بيدخل وبيقفل الباب وبيحاول يفك البنت بسرعه، بس الولد بيكون معاه كارت وبيفتح الاوضه وبيفضل يزعق بصوت عالي للولد، وبيدخل مدير الفندق وبيقول له ايه اللي حصل، وبيقول له كان بيحاول يتهجم علينا في اوضتنا، وبيعتذر وبيقول انا هعاقبه، وبيقول له تعويضا ليك هنديك جنيه احسن. وهم رايحين للاوضه الجديده الولد بيحط لهم الترابيزه في الاسانسير وبيقفل عليهم وبياخد البنت وبيهربوا، وبيوديها على اوضه غسيل الفوط وبتقول له انت عملت كده ليه؟ انت هتسبب مشاكل كبيره لنفسك، وبيخليها تبات لتاني يوم وبتمشي عشان تحسبه مشي، ولما بتخرج بره الفندق بتلاقي جوزها بيشدها من شعرها وبيقول انا كنت عارف انك هنا، وبيقول انا هوريك عذاب عمرك ما شفتيه. في الوقت ده بيجي الولد اللي انقذها وبيجيب معاه البوليس وبيقبض على الولد، والظابط بيقول له انت متهم بتعذيب مراتك، والبوليس بيقبض عليه.